السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي الاعزاء. جيت لكم النهارده بالفيديو اللي انتوا طلبتوه بعد ما فيديو البي ام عجبكم. طلبتوا مني في التعليقات اني اعمل فيديو عن الاودي، والحمد لله عملت. ولما عملت فيديو الاودي طلبتوا مني ان انا انزل اصور العربيات المرسيدس، وانا دلوقتي موجود قدام معرض مرسيدس زي ما انتم ما شايفين ورايا. يلا بينا اخدكم واعمل لكم الفيديو اللي انتوا طلبتوه. وقبل ما نبدا الفيديو بتاعنا طالب منك انك تعمل اللايك الجميل علشان الفيديو ده يوصل لعدد ناس اكتر. ولو لسه ما اشتركتش معانا واول مره تشوفني فيا ريت تنزل تشترك معانا علشان تشوف بقيه الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله. يلا بينا دلوقتي نخش في الموضوع على طول ونبدا نصور اسعار العربيات ومواصفاتها وافرجكم عليها ونعرف اسعارها ايه. يلا بينا. يلا بينا. اول عربيه معانا هتكون الاي 180 موديل 2021. العربيه دي مستعمله مش جديده، مشيت 21721 كيلو. الغيارات فيها غيارات عاديه مش اوتوماتيك، 136 بي اس. وسعر العربيه هيكون 24855 يورو، ومتاح فيها التقسيط على 36 شهر. كل شهر هيبقى قيمه القسط بتاعته 331 يورو. بس طبعا علشان شخص يقدر يقسط عربيه هنا في المانيا لازم يكون محقق شروط معينه، ابقى اعملها لكم في فيديو لوحده منفصل ان شاء الله. يلا بينا افرجكم على العربيه واروح اوريكم بقيه اسعار العربيات. والعربيه دي جايه من غير فتحه سقف، يعني مش هاي لاين، وكمان ما فيهاش سيستم كاميرات موجود فيها اللي هو سيستم الكاميرات ال 360 اللي احنا كنا بنشوفه في العربيات الاودي في الفيديو اللي فات. لكن فيها شكل الاكزوست ده، اللي هو الشكمان، وبالذات الشكل العريض المبطط ده لما بيجي اتنين منه نفس الشكل بيخلي العربيه شكلها رياضي اكتر. والعربيه هاتش باج لان الالمان بيحبوا الهاتش باج دي جدا، الهاتش باج اللي هي من غير شنطه من ورا الشكل ده، وجايه بالجنوط العاديه بتاعت مرسيدس. العربيه يعني ما فيهاش امكانيات كتيره قوي، هي العربيه ستاندرد كده زي ما هي. بس في منها بقى اللي بيجي هاي لاين، يعني بيجي بيطلب بفتحه سقف وبنظام كاميرات والكلام ده كله، بتبقى مختلفه عن دي شويه، بتبقى رياضيه اكتر بكتير. بس دلوقتي الفئه اللي معانا دي الستاندرد العاديه خالص. والعربيه دي بنزين مش ديزل، الديزل بيبقى سعره اقل شويه من اسعار العربيات البنزين هنا في المانيا. ومعايا العربيه اللي بعد كده اللي هي هتكون الاي 200 موديل 2022. العربيه دي مستعمله مش جديده، مشيت 23398 كيلو. والعربيه دي ديزل مش بنزين. العربيه الاولى اللي احنا شفناها كانت بنزين، انما العربيه دي ديزل. وناقل الغيارات فيها هيكون اوتوماتيك مش عادي، هيكون 30000 يورو 900. وجايه بشكل الجريل العادي. اوقات الجريل ده بيبقى فيه اللمسه بالفضي كده بالسيلفر، بتبقى موجوده هنا بتخلي شكل الجريل مختلف تماما، بيبقى شكله احسن من كده بكتير. بس الجريل اللي معانا اللي هو الساده العادي من مرسيدس. وكمان مفيش فتحه سقف زي العربيه اللي قبليها، عربيه ستاندرد جايه بالجنوط العاديه، جايه بكل حاجه فيها عاديه، ما فيهاش بصمه لفتح الباب، ما فيهاش نظام كاميرات، عربيه متواضعه جايه بالوضع البدائي بتاعها. وكمان هاتش باج، يعني زي الشكل اللي انتم شايفينه من ورا ده. زي ما قلت لكم الالمان بيحبوا نوع العربيات ده جدا، بيفضلوه عن النوع الثاني اللي هو بيكون بشنطه. لكن في هنا اللمسه الجميله اللي انا بحبها الصراحه، وهي لمسه الاكزوست اللي هو الشكمان، موجوده بالشكل المبطط ده، واخد كمان حواليه فريم سيلفر مخلي العربيه شكلها جميل. السبويلر ده منه فيه، يعني سبويلر مدمج في العربيه، مدي للعربيه شكل جمالي وفي نفس الوقت مش خارج بعيد عن العربيه. هو الجزء اللي انتم شايفينه ده طالع من بعد السقف كده، الجزء ده كله سبويلر شكله جميل جدا. ولو محدش عارف ايه هو السبويلر، اللي هو الجناح اللي بيبقى راكب ورا في العربيات ده، اللي هو الشكل ده. والعربية الثالثة معانا هتكون الاي 180 موديل سنة 2021، هي 36 بي اس. وناقل الغيارات فيها هيكون مانوال اللي هو الغيار العادي مش الاوتوماتيك. وطبعا مستعملة مش جديدة، ماشية 21785 كيلو. وسعر العربية هيكون 38246 يورو. لكن العربية دي معمول عليها عرض، سعرها هينزل لحد 25449 يورو، ومتاح فيها التقسيط الشهري. تعالوا ناخد لفة حوالين العربية ونشوف لو لينا أي ملاحظات عليها، وكمان تتفرجوا على العربية. جاية بشكل الجريل العادي اللي ما فيهوش إضافات فضية، شكل الجريل العادي زي اللي احنا شفناه في العربيات اللي فاتت.
ومش موجود عليها فتحة سقف، ومش موجود فيها نظام كاميرات 360 درجة. موجود فيها السنسورات حوالين العربية، ما فيهاش نظام كاميرات. جاية بالفريم الفضي اللي حوالين الإزاز ده، مديها لمسة كده جميلة مع باقي التفاصيل اللي موجوده باللون الفضي برضو في العربيه. جايه بالجنط العادي الفضي الشكل ده شكل مختلف عن اللي احنا شفناهم من شويه، بس ده برضو جنط ستاندرد جاي من مرسيدس. شكله جميل جدا، العربيه شكلها وقور وكمان لونها جميل، بالاضافه ان فيها اللمسات الفضيه اللي موجوده دي. وزي باقي العربيات، العربيه جايه هاتشباك، يعني نفس الشكل اللي انتم شايفينه ده كده. لكن المميز في العربيه دي عن العربيتين اللي احنا شفناهم قبل كده وهو الازاز الفاميه. الازاز من ورا جاي بالفاميه. لو محدش عارف ايه هو الفاميه، اللي هو الازاز الحراري ده اللي محدش يشوفك وانت جوه، لكن انت من جوه تقدر تشوف عادي بوضوح. دايما العربيات لما بتبقى جايه بالفاميه ده بيخلي العربيه شكلها وقور وبيجمل شكل العربيه بكتير جدا. في ناس بتحب العربيه بتاعتها تكون فاميه اللي هو الازاز الحراري اللي باللون الاسود ده، وفي ناس تانية مش بتحب اللون ده يكون موجود في العربيه. هي بتبقى اذواق، بس انا عن نفسي بحب اللون ده جدا، وبحب اي عربيه انا اركبها يكون فيها كده الفاميه ده، بيخلي العربيه شكلها جميل جدا، وكمان بيبقى فيها خصوصيه. جايه برده بنفس الاكزوست اللي هو الشكمان اللي احنا شفناه في العربيات اللي فاتت، المبطط العريض، وكمان كله جاي بالفريم الفضي حواليه، والفريم اللي هو الاطار اللي موجود حوالين الاكزوست ده باللون الفضي. وبعد كده معايا الثلاث وحوش دول، السي ال اي 200 كوبيه والاي 180. تعالوا اخدكم ونتفرج على الثلاث عربيات اللي جنب بعض دول، ونشوف كل عربيه منهم مواصفاتها واسعارها كام بالظبط، وهل يا ترى في عروض عليهم ولا لا. يلا بينا. يلا بينا. وبعد كده العربية اللي معايا هتكون ال A180 ليموزين موديل 2021. العربية طبعا مستعملة مش جديدة، ماشية 22727 كيلو، وناقل الغيارات فيها اللي هو الجير اوتوماتيك مش عادي 136 بي اس. بالإضافة إن العربية دي بنزين مش ديزل، وسعرها هيكون عامل 27688 يورو. هنبتدي بأول حاجة عجبتني في العربية دي وهو الجريل. التفصيله اللي احنا افتقدناها في العربيات اللي فاتت موجوده هنا، علشان لو محدش كان عارف انا قصدي ايه لما كنت بقول الجريل بيجي بلمسه فضي كده. الجريل ده جاي باللمسه الفضي اللي انا اتكلمت عنها في العربيات اللي فاتت. العربيات اللي فاتت كانت جايه بالجريل ده من غير اللمسه السيلفر اللي فيه دي، اللي هي اللمسه الفضي اللي فيه. لكن في العربيه دي موجود فيه حاجات كتير جدا دورنا عليها في العربيه اللي فاتت وما شفناهاش. تاني حاجه عجبتني في العربيه دي اللي هي موجود فيها كاميرات. لو احنا ركزنا هنلاقي كمان موجود في الجريل الامامي الكامل اماميه، وجايه بشكل الجنط ده اللي هو لونه اسود وفيه تفاصيل بالسيلفر. جايه بالفريم الاسود اللي بيخلي العربيه شكلها وقور اكتر، بالاضافه انها جايه النص الخلفي كله بالفوميه، يعني الازاز ده والازاز اللي هناك والازاز الخلفي كله جاي باللون الاسود اللي هو الفوميه الحراري. العربيه من ورا زي ما قلت لكم جايه بلون الازاز الاسود زي ما انتم شايفين اللي هو الفوميه. كمان حاجه من الحاجات اللي انا بحبها جدا في العربيات وهي انها ما تكونش هاتشباك. العربيه لما تكون جايه كده بالشنطه بتاعتها الشكل ده، الجزء الخلفي لما يكون نازل كده بالشنطه زي العربيه دي مثلا والعربيه الصفراء اللي هناك دي، يبقى احسن بكتير بالنسبه لي من الهاتشباك اللي هو العربيه اللي هناك دي اللي من غير شنطه. وهنلاقي كمان في العربيه نفس الاكزوست اللي هو الشكمان اللي احنا اتكلمنا عنه اللي هو الشكل المبطط، وجاي حواليه الفريم السيلفر اللي هو الفريم الفضي، لكن مفيش كام خلفيه، الكام قدام بس. والعربيه دي كان بس ناقص لها فتحه سقف، يبقى كده العربيه فيها كل حاجه احنا بندور عليها. اي نعم ما فيهاش نظام كاميرات 360 درجه، بس فيها كام قدام، وفيها اللمسه الجميله في الجريل الامامي، وفيها اللمسه الجميله بتاعت الاكزوست. عربيه جميله جدا ما شاء الله. يلا بينا نخش على العربيه اللي بعدها. يلا بينا. والعربيه اللي بعد كده معانا هتكون السي ال اي 200 كوبيه موديل 2022 163 بي اس، وناقل الغيارات فيها جاي عادي مش اوتوماتيك. دي مستعمله مش جديده، مشيت 42122 كيلو، وكمان بنزين مش ديزل، وسعرها هيكون عامل 28899 يورو. والعربيه دي موجود فيها التفصيله الجميله بتاعت الجريل وهو اللون الفضي اللي جاي مدعم بيه الجريل اللي قدام،
الجريل اللي هو الشبكه الاماميه دي بتاعت العربيات يا شباب. والعربيه دي مش جايه بالكام قدام في الجريل، انما الكام موجوده جوه العربيه من هنا، وكمان موجود فيها الرادار اللي بيقرا جميع اللوحات وجميع السرعات اللي انت المفروض تمشي عليها وبيظهرها لك قدامك. مفيش فتحه سقف، والعربيه جايه بالفريم اللي حوالين الازاز باللون الاسود، متوافق مع لون العربيه مخلي شكلها جميل. مش موجود برضو بصمه ولا موجود فتحه سقف، والجنط بتاعها جاي بالشكل ده، لون فضي غامق شكله جميل جدا. هنيجي ورا العربيه نتفرج عليها من ورا. اول حاجه هلاقيها وهي مش موجود فيها سبويلر، مش موجود فيها الجناح اللي بيبقى موجود في العربيه، لا هنا ولا فوق ولا في اي حته. ولكن العربيه دي فيها حاجه مميزه جدا، وهو الديفيوزر ده. الديفيوزر اللي هو الاكسدام الخلفي جاي بالشكل ده، شكل رياضي شكله جميل جدا. وزي ما شفنا في العربيات اللي فاتت، شكل الشكمان المبطط العريض اللي حواليه فريم فضي، وتحت لوجو المرسيدس ده موجود كام. اول لما بيجي يركن او بيحط العربيه على وضع الرجوع، العلامه دي بتقلب وبيبقى في كام موجود جواها. للاسف مش عارف افرجكم عليها غير لما تكون العربيه دايره. وبعد كده العربيه اللي معانا هتكون السي ال اي 200 كوبيه، نفس العربيه اللي احنا شفناها المره اللي فاتت، بس المره دي هتكون موديل 2021. والعربيه دي مستعمله مش جديده، مشيت 17728 كيلو. وكمان العربيه بنزين مش ديزل، بالاضافه ان نقل الغيارات فيها اوتوماتيك، عكس اللي احنا شفناها قبلها على طول كان فيها نقل الغيارات عادي. 163 بي اس، وسعر العربيه هيكون 35387 يورو. اكتر حاجه مميزه في العربيه دي وهو لون العربيه، والمميز في العربيه دي كمان هو الجريل بتاعها، الشبكه الاماميه اللي جايه بالتفاصيل الفضي. لكن للاسف العربيه دي ما فيهاش كام اماميه. هنلاقي ان المرايه جايه باللون الاسود، ودي لمسه جميله جدا لان العربيه كلها اصفر في اسود، فالمرايه جايه باللون الاسود ماشيه مع التفاصيل السوداء اللي موجوده في العربيه، مخليه العربيه شكلها جميل. على سبيل المثال الفريم جاي برضو بالاسود مع شويه تفاصيل هنا بالاسود، وجايه بالجنط الشكل ده. ومن ورا العربيه جايه فواميه اللي هو الازاز المعتم زي ما احنا ما قلنا في العربيات اللي فاتت، جاي كله باللون الاسود ورا، بالاضافه للديفيوزر اللي هو الاكسدام الخلفي جاي برضو باللون الاسود. وهي دي اللمسات الجميله اللي معموله باللون الاسود مع اللون الاصفر، مخلي العربيه شكلها رياضي جدا. ونفس الديفيوزر اللي احنا اتكلمنا عليه في العربيه اللي فاتت اللي جاي فيه الشكل ده، والشكل ده بيساعد في ثبات العربيه على السرعات العاليه، مش مجرد منظر بس. بالاضافه للشكمان الشكل المبطط اللي جاي بالاطار الفضي زي باقي العربيات. والعربيه اللي معايا بعد كده وهي هتكون المرسيدس اي ام جي جي تي 63 بيرفورمانس. نوع العربيه لوحده عايز يتذاكر. وتعالوا بقى نتفرج على المرسيدس التقيل. العربيه دي موديل سنه 2021، مستعمله مش جديده، مشيت 22056 كيلو. والعربيه دي هايبريد. هايبريد يعني عربيه هجين، يعني فيها بنزين وفيها كهرباء، الاتنين بيشتغلوا مع بعض. ناقل الغيارات فيها اوتوماتيك مش عادي. والعربية دي 639 بي اس، ما شاء الله طيارة صغيرة. وسعر العربية دي هيكون 159 ألف يورو 899. يلا بينا اخدكم وافرجكم على العربية الجميلة دي. يلا بينا. اول حاجة هنبتدي بيها وهو مقدمة العربية. اول حاجه هنلاقي الجريل العريض جاي بالريش العريضه، وكمان في اللمسه بالفضي اللي مخليه شكل الجريل احسن بكتير لما بيكون ساده خالص. وهنلاقي الكامل الاماميه موجوده، بالاضافه اللي احنا هنلاقي فتحات تهويه كلها شغاله لتبريد المحرك لما العربيه بتكون على سرعه عاليه. مفيش حاجه منها منظر، هنلاقي هوايات هنا وهوايات تحت وهوايات هنا. تاني حاجه معانا وهي الجنود بالكاوتش بنظام الفرامل كله جاي سبورت من اي ام جي. هنلاقي الجنط اي ام جي، وهنلاقي نظام الفرامل كمان اي ام جي، وهنلاقي كمان اسطوانه الفرامل اي ام جي، كله اي ام جي. والاسطوانه اللي جوه دي الاسطوانه اللي فيها فتحات تهويه علشان ما تسخنش مع كبس الفرامل مع السرعات العاليه. ولو جيت بصيت هنا هتلاقيه كاتب لك هنا
ال V8 باي تيربو اي بيرفورمانس، ده علشان يعرفك قوة الموتور، وان العربية دي جاي يعتبر فيها 3/4 اللي موجود AMG تعديلات رياضية. دي موجود فيها نظام الكام 360 درجة، هنلاقي الكام موجودة في المرايات هنا، بالاضافه اللي هي موجوده قدام في الجريل، بالاضافه اللي هي موجوده ورا هنشوفها دلوقتي سوا. نيجي بعد كده للسقف البانوراما، ده بانوراما كامله من جوه مقسوم لاتنين، قدام ناحيه السواق وورا للناس اللي قاعده ورا، بتقدر تشوفه وانت جوه العربيه، بتقدر تشوف من بره. وجايه هنا بالاطار الفضي مع الاوكر الفضيه مع الجنط مع التفاصيل الفضي اللي موجوده هنا وقدام والناحيه الثانيه، بالاضافه ان موجود بصمه لدخول العربيه. ولو جينا هنا بصينا هنلاقي اول تانك، ولو جينا هنا بصينا هنلاقي تانك تاني، ده واحد فيهم للكهرباء وواحد فيهم للبنزين، او الاصح جايه بتانك للبنزين وفيشه للكهرباء. هنيجي لظهر العربيه دلوقتي، هنلاقي اول حاجه السبويلر ده. السبويلر ده مش منظر، ده بيفتح وبيقفل على السرعات العاليه لما العربيه بتكون محتاجاه. تاني حاجه هنلاقي الاضاءات الجميله اللي مسحوبه جايه كده بكيرف، واخد العربيه من اول هنا لحد هنا، شكله جميل جدا. بعد كده هننزل تحت هنا هنلاقي ان الديفيوزر جاي كامل بالكربون فايبر، بالاضافه للاكزوست الاي ام جي، شكمانات تعديل من اي ام جي. والعربيه فيها نظام زي الجراند كوبيه في البي ام، اللي هو فيها شنطه بس شنطه صغيره، ولما بتيجي تفتح الشنطه بتتفتح من اول هنا لحد هنا، بتطلع نص العربيه من ورا، الجزء الخلفي ده كله بيتفتح كشنطه، بحيث اللي هو ما ياخدش من مساحه العربيه ويعمل لك شنطه حجم كبير زي كده، وفي نفس الوقت ما يعملكش عربيه هاتش باج زي العربيات اللي احنا شفناها اللي من غير شنطه خلفيه. عربيه ما شاء الله عليها جميله، فيها كل حاجة انت ممكن تدور عليها في عربية رياضية، بس سعرها عالي شوية، وده بسبب الامكانيات اللي في العربية، وهي صراحة تستاهل الرقم اللي مطلوب فيها. والعربية اللي بعد كده معانا هتكون المرسيدس AMG C43 فورماتيك كوبيه موديل 2022. العربية مستعملة مش جديدة، مشيت 29444 كيلو، والعربية دي غياراتها اوتوماتيك، وكمان العربية بنزين مش ديزل. وسعر العربية هيكون عامل 57899 يورو. وبكده يا شباب يبقى انا وصلت معاكم لنهاية الفيديو، اتمنى انه يكون عجبكم، ممكن اعمل لكم منه جزء تاني لو الموضوع بتاع النهاردة عجبكم، فعرفوني تحت في التعليقات هل اعمل جزء تاني من نفس الفيديو ده ولا كفايه الجزء ده واعمل على نوع عربيات تاني. وما تنساش في اخر الفيديو تدينا اللايك الجميل علشان نوصل الفيديو ده لاكبر عدد ناس ممكن، واكتب لي تحت في التعليقات حابب ان انا اتكلم عن انهي نوع عربيه ان شاء الله في الفيديو اللي جاي، وهل نعمل جزء تاني من الفيديو ده ولا لا. اتمنى ان الفيديو يكون عجبك، واشوفكم في الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله. السلام عليكم.